اللهم صل على سيدنا محمد. لو صليتي على الرسول تحطي لي لايك وتعالي نشوف ميزانيتي في الاسبوع دوت. انا طبعا بعمل ميزانيه الاسبوع حاجه كده بسيطه على قدي. الطبق الصغير ده طبعا الاول ده سلق بطاطس على جزره كده البنوتي الصغيره، والطبق التاني دوت عامله المسقعه السريعه اللي هي مكعبات بتنجان على مكعبات فلفل ومكعبات طماطم، ومحمره شويه بطاطس وشويه بقى الفلفل اللي كانوا عندي، حطيت عليهم شويه خيار، ما كانش عندي طماطم خلاص وعملتهم جنب الاكل. وعيش بقى الكميات على حسب اللي بيغرف، يعني على حسب اللي بياكل، انا غارفه على قد اللي هياكل يعني. اليوم ده بقى كان يوم الطبيخ بقى، طبخه بقى طبخه حلوه كده، شويه لسان عصفور. والله اي حد بيدوقه لازم يطلب طريقته. شويه لسان عصفور عسل، ممكن ناكله لوحديه. شويه ملوخيه بقى حلوه جدا، والفراخ مسكره مسكره. انا بس شاريه وركين ومقطعاهم 4 طبعا علشان على قد الميزانيه زي ما اتفقنا، وعامله بقى شويه صلصه. تعالى اوريكي انا بعمل الشوربه ازاي عشان تعمل لسان عصفور حلو قوي كده. اول حاجه وانا باجي اسلق الفراخ بعمل شوربه رهيبه ازاي. بشوح شويه بصل، بحب كميه البصل عادي في الشوربه، وبعد كده تقدري تصفيه. وبنزل على الفراخ وعليها شويه التوابل اللي هي فلفل اسود والملح وورق اللورا والحبهان لو عندك، وبتشوحيها شويه كده، وحاطه معاها جزر وطماطم وفلفل. هتستغربي الفلفل في الشوربه، انا بحبها جدا في الفلفل. مش عايزه تحطي الفلفل خلاص، بس هو بيدي نكهه مختلفه كده ولذيذه جدا. حطيت بقى ميه مغليه، بصي الشوربه عامله ازاي، طعمها بقى كده ميكس من شوربة الخضار على شوربة الوراك. تلاقي الشوربة كده دسمة كده وليها طعم وليها نكهة وحلوة. تيجي تعملي منها الملوخية بقى ولا الأكل يبقى تحفة جدا. في اليوم ده انا عملت منها الرز والملوخية، ففات حبة عملت بيهم لسان عصفور وزودت مية، مش مشكلة. تعالى اوريكي التركة بس اللي انا بعملها في اللسان عصفور، مش هقولك الطريقة كلها عشان مطولش عليك الفيديو، هوريكي بس التركة اللي بعملها في اللسان عصفور عشان يعجب كل الناس. بعد ما شوحت لسان عصفور نوع يكون رفيع كده وحلو، بنزل معاه بشوح بصلايه صغيره وشويه جزر. على فكره التركه دي بيعملوها في المطاعم الكبيره وبتبقى حلوه جدا، انا كنت شغاله في مطاعم وبقولك الكلام ده عن ثقه يعني. بعد ما تشوحيها كده خلاص خدت نكهه حلوه جدا. تنزلي بقى بشويه ميه وبعدين بشويه الشوربه اللي عندك او شوربه بس زودي الملح وظبطي الدنيا. اليوم ده طبعا غارفه كميات زي ما بقولك على حسب اللي هياكل. فانا محمره بطاطس وعامله بتنجان مسقعه من اللي عندي برضو، وعامله بتنجان برضو اللي هو بالدقه والثوم. والله البتنجان ابو دقه وثوم ده رهيب في طعمه بجد، يعني انا باكل لوحده وخلاص على كده. المهم انا بعمل ايه بقى كل يوم، بتنجان 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 بتنجان. هو ازاي كده بقى، والزيت والكلام ده، لا انا ما بحمروش بصراحه خالص. شايفه الازازه دي انا شاريها ب 13 جنيه، ونوع نظيف جدا نوع كريستال، لان انا سالت على الازازه اللي هي بترش الزيت دي لقيتها ب 75 جنيه. لا انا اشتريت دي ب 13 جنيه، وما بتخلص انا بحط لها زيت من بتاع التموين بتاعي بقى خلاص. المهم بقطع البتنجان شرايح رفيعه كده، وبعوزها رش رش كده من السبراي بتاع الزيت دوت، على فكره بيرش كده عامل زي ازازه البرفيوم. مش بيدلق، لا حلوه جدا الازازه دي، لو لقيتيها هاتيها. بس بعد ما غرقت كده رشتين 3 حطيتهم في الفرن وطلعوا متحمرين والله. فهوريكي بقى الابو دقه وتوم ده بعمله ازاي، بجد هيعجبك قوي. بتنجان عادي بقى زي ما قلت لك محمر اهو، ده شويه توم وكمون وكزبره وفلفل احمر وفلفل اخضر رومي بقى عشان ما يبقاش حراق قوي. وحاطه هنا شويه كزبره خضراء لو ما عندكيش مش مشكله يعني، مش في الاغلب بحطها. بس احط عليها شويه ليمون، وبزودها شويه الملح وشويه الخل، وانا بحب احط معاها شويه جزر مبشور كده بس مش لازم خالص. ضربتهم بقى في الكبه ونزلت عليهم على البتنجان، بس كده كلي احلى بتنجان والله العظيم بعيش رهيب. عايزه تحطيه مع الرز كانه بتنجان مخلل مفيش مشكله، بس يبقى طعمه رهيب. ده كان يومنا خلاص وعدى على كده، ووريتك التركه بتاعته. اليوم دوت كنا بناكل شوربه خضار بس. على فكره هي مش بتبقى خفيفه ومش بتبقى ذات العيانين ولا حاجه، انا هوريكي طريقتي فيها برضو، بتبقى الاكله بتاعتنا وبنشبع جدا. تقدري تعملها جنبيها شويه رز ابيض او شويه رز بشعريه مفيش مشكله، بس احنا بنشبع منها وبتبقى حلوه جدا. وفي اليوم اللي بكون عامله فيه اكل، اسفه برضه بتكلم بسرعه عشان طول الفيديو قصير، اليوم اللي احنا بنبقى عاملين فيه اكله خفيفه كده بعوض الموضوع ده في العشاء، وان شاء الله في مره ابقى انزل لكم اسبوع العشاء بتاعنا. المهم هنا بصي، انا بسلقها كلها تامه كده، بسلقها بس ما بحطش فيها زيت ولا اي حاجه لحد كده. خلاص كده انا بسلق كل الخضار. انا هنا كنت بقول لك انا حاطه هنا ايه، انا حاطه بسله وفاصوليا صغيره كده، بروح اشتري شوربه خضار او رباع يعني. او انا بصراحه بحوش من كل حاجه خضار بجيبها، بحوش منها شويه في الفريزر وبعملها في الاخر يعني عشان ميزانيه. وبرجع بحط فيها الخضار اللي انا وريتهولك وشويه فلفل وبقدونس، ومش لازم تحطيها بس انا بحب كده. والتركه اللي فيها ان انا بحمر شعريه في شوربه الخضار وبتبقى حلوه جدا ووجبه حلوه. تعالى اقولك التركه بتاعه الكشري. بعد ما بتحطي الحله فاضيه وسلقتي العدس خلاص، حطي العدس دوت وعليه شويه ملح وفلفل، اسفه شويه ملح وكزبره وكمون،
واقعدي شوحي فيها كده. وشطه تقدري تحطي شويه شطه برضو بيخلي ريحته رهيب زي بتاعه المحل بالظبط لحد لما يبقى كده. دي التركه بتاعه الكشري، صدقيني هتلاقيه زي بتاع المحل بالظبط. بصي انا كنت حبيت هنا اقولك الرز عاملاه ابيض عادي وسلقه العدس لوحده. هنا بقى كنت عامله بطاطس مهروسه بس مغذيه جدا. هتلاقي الاسبوع دوت لان انا كنت جايبه زي ما بقولك انا بعمل اكلاتي من التلاجة، ما بقعدش افكر انا هعمل اكل ايه وبتاع، لا بشوف عندي ايه وبعمله. وانا كنت شاريه بطاطس وبتنجان عندي في التلاجة عشان لقيتهم رخاص. فهعمل منهم النهارده بقى برضو بطاطس مهروسه رهيبه. انا كان عندي زبده فقلت بس هعملها بقى بتاعه الزبده دي بتبقى رهيبه. شوحت نزلت بشويه الزبده وشويه الثوم وشويه كزبره هي اللي غمقتها كده، وبحط شويه خل وبنزل بالبطاطس المهروسه اقلبي فيها بقى كده وتاخد الطعم بتاع الزبده والخل بالثوم كده. والله طعمها رهيب، بناكلها حرفيا لوحدها تحفه. لو عندك سلطه جنبها تمام او شويه جرجير، هي عامه متكامله وحلوه جدا. بس حطيت عليها شويه كزبره وبغرف لكل واحد طبقه بالعيش بتاعه كده والف هنا وشفا. والله هي الظروف بتحكم على كده بس الطعم رهيب، الطعم بجد رهيب. الحمد لله. اليوم ده بقى انا كنت عامله الحاجات اللي انا مقرمشاها في الفرن دي طعمها حلو قوي، بتبقى ساعات بتوع الشاورما بديها لكم معاها. بس انا عاملاها منين؟ بواقي الوجبه اللي هوريها لك بعد كده. عامله شويه سلطه برضو من انواع الخضار اللي عندي في التلاجة، شويه فاصوليا برضو وشويه رز وشويه بابا غنوج بالبتنجان برضو اللي عندنا. بغير منه وبعمل اصناف كتير حلوه، واللي هو المقرمشات دي برضو تغيير كده وحلو قوي. اهو هي المقرمشات انا كنت واخداها من العيش ده. العيش ده انا كنت عاملاه في البيت، عامله لهم سندوتشات بطاطس بالطوميه، وكنت عامله خيار مخلل برضو وكانت حلوه جدا. ويوم برضه كده ايه خفيف كده وحلو. والطوميه انا بعملها رهيبه، في مره ان شاء الله بقول لكم طريقتها. واليوم ده بقى كنت عامله بواقي برضو الكرنب والورق العنب والفلفل من التلاجة اللي عندي الموجود وشويه الخلطه